السلام عليكم، كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير، والله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة. تحت طلبكم غادي نقدم لكم اليوم وصفة الشباكية الخالية من الجلوتين اللي كتجي رائعة، معلكة. هاد الشباكية سبيسيال كتجي رائعة ومعلكة وحماقة عليها الكليان ديالي، كتجي مجعبة ولذيذة لذيذة بزاف ورطبة وهشيشة. اليوم غادي نقدم لكم دورة مجانية، درس كامل متكامل، وفي نفس الوقت غادي الفيديو يجيكم طويل، ولكن راه فيه جميع الأسرار، لأن هذا درس مهم جدًا هو الشباكية، لأن من أصعب الحاجات وأهم حاجة كتجي زوينة بزاف وكتجي لذيذة، وكنتمنى إن شاء الله تستافدوا. والناس اللي خداوها عليا صراحة حماقوا عليها، يخليوا لي الآراء ديالهم أسفل الفيديو، وكذلك تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. هاد الشباكية كتجي سبيسيال لذيذة وفي نفس الوقت مجعبة ومعلكة مقومة. أنا دائما كندير شباكية مقومة، واخا هي صراحة كتعذب في التشباك وكل شيء، ولكن أهم حاجة عندي هي المذاق. ما كنديش صراحة على الشكل والتشبيكة، راه غتشوفوا معايا، ولكن أهم حاجة المذاق صراحة اللي كيكون رائع وكتكون معلكة. نخليكم باش تشوفوا معايا طريقة تحضير المكونات وفرجة ممتعة. الفيديو صراحة طويل، ولكن فيه إفادة، لخصت لكم جميع الأسرار في هاد لا فيديو هادي. كنتمنى تستافدوا وما تبخلوش عليا بالدعاء ديالكم. بالنسبة لمكونات الشباكية، بالنسبة لي الشباكية من أصعب التحديات الخالية من الجلوتين، وخصوصا أنا تقريبا هذه أكثر من 10 سنين وأنا كنبدع في بدون جلوتين، ما شاء الله اللهم بارك. واخا سيلياكية هذه 28 عام، هذا الشهر هذا 9 فبراير غادي نكمل 27 عام، وغادي نبدا 28 عام وأنا سيلياك. يعني ملي تزاديت الصراحة العمر كيمشي دغيا. وهذه أكثر من 10 سنين وأنا كنحاول نبدع. قبل كنا عايشين غير بالدرا وبحويجات لي بساطين، الحمد لله كبرنا بهم بصحتنا مزيانة الحمد لله وشكر لله. وبالنسبة للشباكية هي من أصعب التحديات ومن أصعب الحاجات اللي غادي تقدروا توجدوا. بالحكم أن أكثر من 10 سنين وأنا مع تحديات الخالية من الجليتين، والصعوبة اللي لقيت هي شباكية، لأن تقريبا من 2017-18 بديت كنخدم لي كوموند. وكل مرة وكيفاش كانت كتجيني شباكية، وخصوصا أنا كنبغي الحاجة، خصوصا الشباكية كنبغيها تكون ليا مقومة، كنبغي الشباكية تكون مقومة، ما نبغيش غير الماء والدقيق. الماء والدقيق ما كتعطيناش ديك الشباكية معلكة. كل عام الشباكية كتعطيني درس من الدروس، كل عام كتعطيني واحد الدروس اللي مهمة جدا. كل مرة كيفاش كتجي، واخا كديروا المقادير مضبوطة، واخا شحال من حاجة خطأ بسيط جدا كيمشي لكم كلشي، تخطئوا في شي مقدار من المقادير كيمشي لكم كلشي. وخصوصا واحد الخطا اللي كنت كنديرو، وكنتمنى هذا الفيديو يبقى صدقه جاريه، وكنتمنى يا ربي تدعيو معايا. وانا دائما اللي بغيت نعطيكم شي حاجه كنعطيها لكم بكل حب وبكل صدق، وكنعطي لكم من قلبي. والشباكيه بزاف كيشوفوا لي ستوري ديالي في انستغرام، كيشوفوا هكا لي كوموند ما شاء الله اللي كنقدموا داكشي. وبزاف هذا العام قالوا لي عافاك شاركي معنا الشباكيه. داك العام كنت درتها في فورماسيون، وكنت درتها بنفس الخطا اللي كنت كندير، وكل مره كانت كيفاش كتجي، مره كتجي زوينه، مره كتجي قاصحه، كل مره وكيفاش. وكونوا على يقين ان هاد الشباكيه الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف، وغادي تبقاو تدعيو معايا. وانا هادشي بغيت غير الدعوات ديالكم. اول حاجه غادي نبدا لكم بالشباكيه اللي درتو خطا بسيط كيمشي لكم كلشي. والخطا اللي كندير انا هو اللوز كنت كندير كنقول ان، وبزاف ديال الناس خاطئين في هذه المساله. اللوز فاش كنديروه بكميه كثيره مثلا كنقولوا، خصوصا دابا الشباكيه كاين ناس بزاف خاطئين. هي كتقول لك بشحال دايره هاد الشباكيه، كتقول لها الثمن، كتقول لك واش باللوز ولا بالزنجلان. عاد بالهم باللي الشباكيه ديال اللوز راها غلا من الشباكيه ديال الزنجلان. فاش كنجيو كنديروا عمليه حسابيه ما كتلقاوش الفرق كتير. مثلا حنا كيلو ديال الطحين، كنهضر بصفه عامه ماشي غير بدون جليتان، كيلو ديال الطحين كنديروا فيه مثلا 150 غرام ديال اللوز. مثلا 150 غرام ديال اللوز الا جينا نحسبوها بعمليه حسابيه ما غاديش توصل حتى 20 درهم. جو بونس ما توصلش 20 درهم، هذه ما توصلهاش. لذلك راه ثمن الشباكيه ماشي غالي حيتاش اللوز اللي فيها ولا فيها الجنجلان.
الشباكيه بالجنجلان كتجي واعره بزاف ما شاء الله. ماشي غاليه لهذا السبب. الغلاء ديال الشباكيه هو طريقه التحضير ديالها صعيبه وماشي سهله، وبدون غلوتين ما نهضروش عليها. بدون غلوتين صعوبه كضرب في 10 المرات. كنهضر معاكم عن تجربه سنين، وهاد التجربه ما نقدرش نختصرها لكم في واحد الفيديو غنحطو لكم فيه 30 دقيقه، خاصو بزاف ديال الهضره. لذلك اللوز انا عند بالي فاش كنت كنكثر فيها اللوز كنقول كندير شي حاجه زوينه، شي حاجه هماويه فيها اللوز كتير. فاش انا كنكثر اللوز خصوصا ما كنتش كندير اللوز عقده، كنت كندير اللوز غير عادي مطحون بالقشور ديالو. يعني راه انا مديره باللوز، خاصني زعما الناس، انا كان عندي الناس كيبغيو الحاجه باللوز صافي اللوز، ولكن اللوز راه هو اللي كيقصح الشباكيه، واللوز هو السبب ديال هذه المشاكل كامله. وكاين عده اسباب اخرى اللي خطا بسيط جدا كيمشي لكم كلشي، خصوصا في الشباكيه بدون غلوتين. وبالنسبه لبزاف ديال الاسرار تعلمتهم من هاد السنين وهاد التجارب، وغادي نختصرها لكم دابا ان شاء الله. المهم بالنسبه للمقادير ديال الشباكيه، عندي هنايا دقيق شار ميكس بي 500 غرام دقيق شار ميكس بي. بالنسبه بزاف ديال الناس كيقولوا لي هذا كتختلف غير السميه هنا، لان بزاف ديال الناس متبعيني من مختلف الدول كتختلف السميه. هذا كيجي من اسبانيا، وهذا باللونغلي هذا كيجي من ايطاليا. يعني شار ميكس بي كاين الطحين اللي كتلقاو فيه مكتوبه شار ميكس بي، كاين الطحين اللي كتلقاو فيه غير بالبدايه ديالو بي. المهم كتكون اما مكتوبه هكا اما مكتوبه هكا، المهم كيكون اما بان اما بريد على حسب. المهم هو خاصو يكون فيه هذا الخبز هاد الخبزه هذه باش تعرفوه، حيت هذا كاين في مرجان موجود. كاين الناس اللي كيبيعوا منتوجات بدون غلوتين، خاص تكون فيه هاد الخبزه. الناس اللي ما يعني قد الفهامه ديالهم على قد الحال، هاد الخبزه اللي ركزوا عليها. عندنا دقيق شار ميكس بي 500 غرام 500 غرام دقيق شار ميكس بي. وكيف ما قلت لكم انا كنبغي الشباكيه تكون معلكه، والكليان ديالي ما شاء الله هذا العام حماقوا على الشباكيه اللي وجدت هذا العام، لان ما شاء الله اللهم بارك جات زوينه وصححت الاخطاء اللي كانوا. هنايا الجنجلان عندي 150 غرام ديال الجنجلان في نص كيلو، و الا بغيتو ديروا كيلو كديروا 300 غرام ديال الجنجلان، وانا في كيلو كندير 350 غرام هكا. ولكن كنهضروا على شباكيه مقومه، ولكن في المرحله ديال التسريح خاصكم تصبروا معاها. الناس اللي كتكون تشباك انا نهضر لكم عليه من بعد في مرحله التشبيك. عندنا 150 غرام ديال الجنجلان. هنايا اللوز بغيتو ديروه كديروه، ما بغيتوش ديروه ما كديروش. الا بغيتو الشباكيه يجي فيها مذاق اللوز، هنا كندير اللوز مطحون. انا مع سميتو كنشوف هكا، كنشوف لي شاف لي سابقيننا ما شاء الله، كنشوفوا الناس اللي عندهم تجارب غير في الجلوتين، كناخذوا منهم بعض الحويجات اللي بساطين. نتوما كتقولوا لا سون جلوتين صافي بون فينال، لا سون جلوتين راه غير طحين وبعض المواد الاخرى. اما بحال هكا بعض النصائح وبعض الحاجات بحال اللوز هكا يكون عجينه، يعني شي حويجات بساط كنستافدوها من اللي شاف لي سابقيننا. هنايا اللوز فاش كنديرو هكا عجينه، انا ما كنكثرش اللوز، كندير 150 غرام ديال اللوز، 200 غرام في الكيلو هكا. ولكن هنا نص كيلو غنديرو معاه عندنا 150 غرام ديال الجنجلان كيكون مصهد في المقله حتى كيبدا كيتحمر وكيبدا يطرطق، وكنطحنوه هو سخون حتى هو خاصو يكون عجينه. اهم حاجه الجنجلان خاصو يكون عجينه بهذه الطريقه حتى كيولي علاش كناملو طحنوه تيولي املو عجينه سائل، الزيت ديالو كتخرج. شوفوا معايا هنايا اللوز الا بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه. الا بغينا نديرو اللوز وتجينا شباكيه فيها نسمه اللوز، كندير اما 50 غرام مع نص كيلو، اما 30 غرام، اما 10 غرام. المهم ما كنفوتوش 50 غرام في 500 غرام ديال الطحين، اولا ما كنديروش بصفه نهائيه احسن. ولكن كاين الناس اللي كيبغيو نسمه اللوز كندير هكا 90 غرام. المهم انا حاليا ما كنكثرش اللوز لان كيقصح ليا الشباكيه. 50 غرام ديال اللوز او لا على حسب اللي بغيتو. الفيديو غيجيكم طويل ولكن راه من القاع الخابيه نصائح اللي ما غادي تلقاوها حتى في بلاصه. وهذه هي الوصفه اللي خدمت بها الصراحه. انا كنخدم كميه كبيره ما شاء الله اللهم بارك. هنا القرفه في الكيلو نديرو 40 غرام ديال القرفه في الكيلو، كتجي واحد النسمه رائعه جدا. الا جاتكم كثيره هنا ديروا في نص كيلو 10 غرام. الشباكيه باش تجيكم معلكه وبنينه، القوام، القرفه، النافع، حبه حلاوه، الجنجلان، هادو هما باش تجيكم معلكه. ولكن في التشبيك
خاصكم الصبر الطويل والنفس الطويل يعني كتجي صعيبه. عندي هنا 10 غرام او 15 غرام ديال القرفه، 10 غرام او 15 غرام ديال النافع على حسب النسمه اللي بغيتو. عندي هنايا انا في الكيلو كندير تقريبا 190 غرام ديال الخل. هنايا ديروا 100 و 160 غرام هكا ديال الخل في الكيلو. في النص كيلو غادي نديروا 60 غرام ديال الخل في النص كيلو. نص كيلو 60 غرام ديال الخل. الا جاكم الخل كتير كديروا. المهم انا 60 غرام ديال الخل كنديرها في غير عطيتكم مثال لان باش تجيكم رطبه وداكشي. الخل واصفر البيض. عندنا هنايا مع نص كيلو غادي نديروا 60 غرام ديال الخل، 60 غرام ديال الخل. وهنا عندي جوج ديال اصفر بيضات مع نص كيلو، وشي مرات كنوصل حتى ل4 ديال اصفر البيضات مع نص كيلو. هذه شي حاجه مهمه بزاف، كنوصلوا حتى ل4 ديال البيضات مع نص كيلو. هنا درت لكم جوج ديال اصفر البيض، ما كنديروش البياض باش ما كتكشكش لينا في القليان وكتفيض لكم الزيت. هنايا بالنسبه للزبده الكيلو كندير معاه 200 غرام ديال الزبده. الا فوتو اكثر من 200 غرام ديال الزبده في الكيلو كتبدا تهرس لكم بزاف. هنايا الزبده كنديروا 80 غرام ديال الزبده، 80 غرام ديال الزبده في نص كيلو، يعني الكيلو 160 غرام هكاك. وهنايا عندي نص كاس ديال الزيت مخلط مع زيت الزيتون. نص كاس هي 60 غرام حتى ل 65 غرام ديال الزيت مخلطه بين زيت الزيتون والزيت العاديه. هنا الزيت ما كنكثرهاش بزاف لان كتجي مقرمشه بزاف. انا ما نبغيش ما تكثروش الزيت باش ما تجيش قاصحه فوق القياس، حيت الزيت هي اللي الا بغيتو الحلوه تجي مقرمله، الحاجه اللي تجي مقرمشه، هذاك هو السر ديالها هو الزيت. وعندي هنايا المزهر كتجي النسمه ديال المزهر عاطيه، ولكن انواع ديال المزهر كاينين بزاف. المزهر اللي تاخذوا تكون الجوده ديالو مزيانه، تكون مصرح به في لونسا، وفي نفس الوقت ما يكونش داك المزهر المجهد للصناعي. كاين واحد النوع ديال المزهر اللي مجهد بزاف. هنا المزهر درت كاس يعني 140 غرام ديال المزهر مع الزعفران. هنا مع الزعفران شعره خليته في الليل تطلق مزيان وعطى اللون مزيان. يعني الزعفران اللي بغيتو ديروه مع شي سائل خليوه ليله كامله باش يطلق لكم مزيان. وهنايا عندي 10 غرام ديال الخميره ديال الخبز و 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، 8 غرام ديال خميره الحلوى. هنا بالنسبه للوز الا بغيتو ديروه راه كتاخذوه كتقشروه بحال هذا الشكل وكتغسلوه وكتخليوه ينشف وكطحنوه حتى كيولي عقده وكتستعملوه. هادشي كله اللي شفتوا معايا. هنايا الكاوكاو، انا شباكيه كانت كنديرها بلا كاوكاو، كانت كتجي شويه قاصحه. الكاوكاو سبحان الله فيه واحد الزيت، هذا الكاوكاو راه محمر ومطحون بوحدو. اما الناس اللي عندهم حساسيه ديال الكاوكاو راه كيعلموني، الناس اللي كياخذوا عندي لي كوموند كيقولوا اللي عندهم حساسيه الكاوكاو كيعلموني باش ما كنديروش ليهم. هنا الكاوكاو بحال مثلا نص كيلو ديال دقيق شعر، هنا كندير معاه تقريبا واحد 60 غرام ديال الكاوكاو. هنا الكاوكاو كتحمروه وكتعجنوه مزيان حتى كيولي كريمه. الكاوكاو ما كتحمروش بزاف، راه غير شويه اولا ما كتحمروش. الكاوكاو كيعطي الشباكيه الرطوبيه، ماشي حيتاش الكاوكاو رخيص ولا اللوز ولا. راه فاش كنجيو كنحسبوا راه اللوز ما كيوصلش 20 درهم في الكيلو، يعني ما كنديروا 20 درهم ديال في الكيلو. وانا كنشوف صراحه واحد الفرق كبير. مثلا كتقول لك هذه شباكيه ديال اللوز وشباكيه ديال الجنجلان، وهذا العام راه اللوز والجنجلان ولاو تقريبا بحال قرابين في الثمن، ما كاينش الفرق. المساله ديال الثمن كنشوفها انا في التعب ديال الشباكيه، ماشي حيت فيها اللوز 150 غرام وما شاء الله راه كيلو كيخرج لكم 2 كيلو، مثلا كيخرج لكم 2 كيلو ونص ديال الشباكيه حتى 3 كيلو. يعني كاين كنشوف هذا النزاع ديال هذه باللوز هذه بالجنجلان. بالنسبه لي انا بحال اللوز بحال الجنجلان، يعني كنحطهم في نفس الثمن، يعني فهمتوني. وهنا الكاوكاو كندير تقريبا واحد 60 غرام مع نص كيلو، حيت الكاوكاو كيعطيني شويه ديال الرطوبيه. هنا غادي ناخذوا هاد المقادير كلها وغادي نخلطوها في الخلاط الكهربائي حتى كتولي سائله، وكنبداو كنزيدوها على 500 غرام ديال الدقيق، وكنبداو كنضيفوا المزهر والزيت. الزبده بطبيعه الحال كندوبوها. المهم هادشي كله خاصكم ضروري كطحنوه مزيان. العناصر كلها كتكون مطحونه مزيان. عندنا القرفه تكون مطحونه مزيان، النافع كلشي مطحون مزيان، كلشي مغربل، كلشي هو هذاك. انا مع الخدمه وداكشي ضروري كلشي كنرتبو، والحمد لله ما شاء الله كنسهل عليا شويه. وكاين حتى اللي كيعاونني الله يجازيهم بخير والله يعطيهم صحيحتهم، تنقيا شحال من حوايجات اللي كيكونوا صعابين، يعني ما تقدروش ديروا كلشي. المهم
كنجمعوا هاد المقادير كلها اللي عطيتكم. كل شيء كنجمعوه. الخميره كنخليوها هي الاخرى حتى كنبداو كنضيفوه في السوائل وكنطحنوا كل شيء في الميكسور، اما المونينكس اما الميكسور بلونجون. والزبده كتكون دايبه وتكون بارده، ما كنديروش الزبده سخونه باش الخميره ما تفسدش لينا، حيت هادشي ما خصوش يخمر. كنديروا 10 غرام ديال الخميره او 8 غرام. دابا الخميره على حسب الجو عاود. دابا الجو بارد كندير انا في الكيلو 15 غرام وكنخليها ليله كامله كتبات الصباح ونقليها، كتجيني هي هذيك. اما لا كان الجو سخون ما كنديروش الخميره، حيت عندي بزاف ديال الوصفات ديال الشباكيه في القناه، كاين اللي فيهم الخميره كاين اللي ما فيهمش الخميره، لان بديت اليوتيوب في الصيف كل مره واش من جو كنصوروا فيه. لذلك دابا الجو بارد كنديروا بين 8 غرام و10 غرام في النص كيلو. بانت لكم الغرفه اللي كتخدموا فيها او الدار اللي عندكم سخونه ولا شي حاجه راه ما كتكثروش الخميره، لان ديك الشباكيه دغيا كتخمر. كتردوا البال هاد العجينه ما خاصهاش تخمر لينا، الا خمرات لينا كتبدا تقطع لينا في التشكيل ديالها. كناخذوا جميع المكونات كنجمعوهم في واحد الاناء وكنطحنوهم بالميكسور بلونجون اولا بالكاس ديال مونينكس. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه الكاوكاو راه ممكن الاستغناء عليه. هنا كنخلط كل شيء مزيان باش كنتاكد ان كل شيء مخلط مزيان، خصوصا دوك الحبيبات ديال الكاوكاو. هنايا انا عندي كميه كبيره، كنخدم بالعجانه الكبيره، كندير كميه كثيره، عبار كبير ما شاء الله اللهم بارك. هنا راه كندير دقيق هو الاول. هنا كل مره وكيفاش كنخلط العجنه ديال الشباكيه. هنايا كندير القرفه وحبه حلاوه والنافع معهما مغربلين مزيان كنديرهم مع الدقيق. بالنسبه للناس اللي خافوا الشباكيه تقطع عليهم تقدروا ديروا معلقه ديال زرع الكتانين ما كانش عندكم حساسيه منها، اولا معلقه ديال الصمغ الغوار، هو كيعاونكم شويه باش ما تفرشتش لكم بزاف. هنا كندير هنايا البودر، يعني الدقيق والحاجه اللي بودر من احسن انكم تخلطوها هي الاولى. المهم راه كيف ما درتوا ليها راه مزيان. انا غير كنوريكم يعني الحاجه اللي الناس اللي في المبتدئين من احسن انكم تخلطوا كل شيء مزيان وتبداو تعجنوا بهذا الخليط اللي طحنتوه مزيان. انا هنا راه درت الدهون هي الاولى ومن بعد درت الزيت. بالنسبه للزيت كتخدموا بالزيت جوده مزيانه. المهم في القليان غنشرح لكم على الزيت. هنا كتضيفوا داك الخليط اللي طحنتوه بالميكسور بلونجو اولا بالمونينكس للدقيق وكتبداو كتعجنوا. المهم انا هنا جمعت كل شيء في دقه واحده وخليته كيتعجن مزيان، وبقيت كنضيف المزهر اللي كان الكاس المزهر. الا ما بغيتوش تجي فيها الريحه ديال المزهر بزاف ما كديروش. كنت انا كنعجنها بالمزهر بوحدو، ولكن كان شي غوتور كيقولوا لي شويه الزهر مجهد. يعني الاذواق كتختلف، كاين الناس اللي ما كيعجبهمش الزهر مجهد. كديروا كاس ديال المزهر وكتكملوا هادشي في النص كيلو كتكملوا بشويه ديال الماء. شوفوا الشباكيه بعد ما كترمل كنخلي كلشي الدهون وكلشي كنخلطوا مع بعضياته حتى كيترمل، حتى كيولي علاش هذا الشكل مرمل. عاد كنبدا كنضيف المزهر وكنضيفوا الماء واحد بشويه بشويه. هنا في هذه المرحله كنحرصوا على ان الماء ما نكثروش بزاف باش الشباكيه ما تجيناش مطلوقه بزاف، لان الا جاتنا مطلوقه بزاف كنبداو كنزيدوا الدقيق، والا زدنا الدقيق غتجينا الشباكيه قاصحه. لذلك راه كنحرصوا في هذه المرحله بواحد الشكل اللي كبير بزاف ان العجنه ما تكونش خفيفه بزاف. شوفوا معايا العجينه ديال الشباكيه ما خاصهاش تكون خفيفه، خاصها تكون قاصحه شوي، ولكن ماشي قاصحه عاود بزاف. من بعد ما كنساليها كنديرها في البلاستيك وكندخلها الثلاجه. هذا هو السر من الاسرار اللي حصلت عليه انني الشباكيه ما تمحنيش في التشبيكه ديالها، لان ديك الزبده فاش كتذوب كتكون هكا مطلوقه، وفاش حنا نطلقوها كتبدا تفرتت لينا العجينه. عكس ان العجينه فاش كتبرد كتجيكم سهله سهله التسريحه ديالها. العجينه ضروري انكم تخليوها تبرد مزيان باش كتسهل عليكم التشباك. يعني هذه النتيجه حصلت عليها وتوما ما غاديش ديوها فيها صراحه، ولكن انا مع كنخدم كميه كبيره وداكشي كنشوف الفرق. كنشوف هاد العجينه شحال كدوزت فيها ديال الوقت وهاد العجينه شحال دوزت فيها ديال الوقت.
المهم العجنه خاصها تكون بارده. هي في كلتا الحالتين غدوز لكم واحد الوقت اللي كبير وغتبدا تقطع وغتبدا تهرس وشحال من حاجه، ولكن عرفتوا خصكم تصبروا معاها وتعطيوها الخاطر. غير كتبان لكم العجينه بردت لك بدات كتسخن لكم في يديكم، كترجعوها للثلاجه كتبرد وتبداو تسلقوا. والتشبيكه ديالي اللي دائما كنديرها وما كتخطانيش هي كندور دائره وكنشبك. هذه هي التشبيكه اللي عندي. حاولت باش ندير تشبيكات اللي كنشوف هكا في الشباكيه العاديه وداكشي، ولكن الا بغيت نخرج واحد الكيلو ديال الدقيق خاصني عام. من باب المزح والله الا خاصني عام. علاش؟ حيت فاش كنبداو كنشبكوا ديك التشبيكه اللي كنشوفوا في المواقع كنشوفوا في الوصفات وداكشي كتبدا كتهرس لينا من القنت الاول ها القنت الثاني. المهم غادي تشوفوا معايا غتلاحظوا معايا علاش كتبدا تهرس. حيت الشباكيه مقومه، فاش كتكون الشباكيه مقومه وفيها القوام كتير كتبدا كتهرس. لذلك هذه هي شباكيتي انا، ضروري كندير فيها القوام كتير. والتشبيكه كندير هاد التشبيكه اللي ساهله وخا كنضيع فيها شويه ديال الوقت. يعني شباكيه كتبدا تهرس وداكشي، ولكن كنبغي الشباكيه تكون مقومه وخا تاخذ لي الوقت بزاف وكل شيء. المهم كندير هاد التشبيكه اللي هو كنشوف بعض التعاليق يقول لك هذه ما تشبيكه ما والو، ولكن بالنسبه لي انايا راضيه عليها، والكليان اللي كياخذ عندي شباكيه راضي عليها والمذاق كيعجبو كل شيء. هذا هو اهم حاجه. هذه هي التشبيكه اللي هضرت لكم عليها فاش كنبغي نديرها. المهم هذه راه بانت لكم دابا سهله دغيا دارت، ولكن فاش كتبدا الشباكيه كتسخن يعني العجينه كتبدا كتسخن كتبدا كتفرتت. وهذه واخا هذه راه سهله جاتني سهله في الاول، ولكن راه كتبدا كتهرس. هاد الشبيكه كتبغي العجينه تكون غليظه باش ما تهرش، وانا العجينه وليت كنرققها مابقيتش كنغلظها. الا بغيتو الشباكيه تجيكم زوينه وكل شيء رقوا ليها العجينه، ما تكونش عاود رقيقه بزاف باش ما تجيكمش قاصحه، تكون بينه وبين متوسطه. المهم اهم حاجه ما تكونش غليظه بزاف. الا كانت غليظه بزاف كتجي مخبزه بحال وليت دابا كنرققها لان كنخدم بواحد الاله اللي كترققها ليا. واخا ضاعت ليا صراحه مؤخرا وجاتني صعيب باش نورق الشباكيه، ولكن الحمد لله على كل حال. المهم كتحاولوا معها. بالنسبه ليا هذه هاد السمك ديال الترقاق هو هذا يكون على هذا الشكل. والتشباك هذه هي التشبيكه صراحه كندير 5 وكنقلبهم. كنحاول نديرهم بحال التشبيكه اللي كانت درت معكم في الاول الجديده اولا المهم التشباك راه كيف ما شفتوا معايا راه واضح لكم. هنا فاش كيبقاو لكم بقايا ديال العجينه كتحاولوا انكم تطويوهم على هذا الشكل وكتحاولوا تسرحوهم. العجينه الا بدات كتلصق لكم سطح العمل كترشوا لها شويه ديال الدقيق، غير شويه، ما تخدموش بالنشا باش ما تنشفاش لكم كتر. انا وليت كنخدم غير بالدقيق. الدقيق كيجيني احسن، ولاحظت انه ما كينشفها ما والو. هنا كنحاول ما امكن انني ندير ديك التشبيكه نفسها، ولكن ما صدقاتش بدات كتهرس ليا. هي صراحه صعيبه باش تشبكوها بهذيك الطريقه، صعيبه بزاف يعني ماشي سهله، لان كتكون الشباكيه مقومه. وعاود ثاني الا بدات كتسخن ديك الزبده بحال كتبدا كتذوب، خصوصا الزبده من نوعيه جيده بحال كتبدا تذوب وداكشي ما كتبدا كتهرس لكم العجينه. ولاحظت الملاحظه الاخرى الا غلطت العجينه ودرت هاد التشبيكه كتمشي فيها، اما الا رققتها العجينه كتبدا تقطع. وحنا نرجعوا غير التشبيكه ديالنا، اسهل تشبيكه هي هذه كتعطيني شكل ديال الشباكيه والمذاق يا سلام، وكتجي لذيذه وكتجي رائعه. اهم حاجه هنايا كندير كنحاول انني نشبكها وما نخليش دوك الخيوطه ملاصقين مع بعضياتهم باش ما يجيوش عاود معجنين، اولا كنحاول هكا كتبعدوهم على بعضياتهم باش كتجي هكا شباكيه واضحه. صراحه التشبيكه اللي درت معكم جديده هي غزاله في المنظر، ولكن سونغليتان راه ما تصلحش ليها صراحه، ما تصلحش للسونغليتان وما تصلحش للشباكيه المقومه، ماشي حتى سونغليتان شباكيه. الا بغيتو هذيك التشبيكه خاصها تكون غير الماء والدقيق باش ما تبداش تهرس لكم. لاحظوا معايا كيفاش كنحاول معاها، كتدي بزاف ديال الوقت وكتدي بزاف ديال سميتو. وهذه راه غلطتها شويه لا لاحظتوا يعني مشات معاها. المهم كنكمل التشباك
العجينه اللي بدات كتبرد ليك بدات كتسخن عفوا كتخليوها كتبرد باش كتسهل عليكم شويه. هي التشباك ديال الشباكيه سونغوليتان راه صعيب ماشي ساهل، ولكن هاد السر اللي عطيتكم ديال العجينه تكون بارده من بين الاسرار ديالها باش تجيكم زوينه وما تمحنكمش بزاف. اما هي كتمحن كتبدا كتفرتت، الا بدات كتفرتت كتزيدوا لها شويه الماء باش كتجمعوه وكتبداو كتسلقوا. هنايا بعد ما شبكت ما شاء الله اللهم بارك الكميه، انا كيف ما قلت لكم كنخدم شويه كميه كبيره. هنا كنخليها كتنشف. تقريبا انا فاش كنسالي اللاطه في التشباك كنخليها ما مغطياش، غير كنسالي التشباك كنغطيها، لان لا نشفات عاود بزاف ما تخليوهاش تنشف فوق القياس. الا نشفات فوق القياس كتجيكم قاصحه ما تجيش زوينه. من الاحسن انكم غير كتساليو التشبيكه ديالها كتغطيوها وكتخليوها تبات ليله كامله. الا شبكتو في الصباح مثلا درتوها خدمتها في الصباح كتقليوها في الليل. المهم كتخليوها ترتاح تقريبا واحد بين 6 سوايع و7 سوايع، ولكن ما تخليوهاش عريانه باش ما تجيكمش عاود قاصحه بزاف. كتغطيوها وفاش كتبداو كتقليو كتحاولوا عليها تهزوها بشويه وداكشي لان راه كتكون حساسه شويه. المهم شباكيه سونغليتان صراحه راه خاصكم الخاطر باش تخدموها. من اصعب الاشياء، من اصعب الحوايج اللي تقدروا تصاوبوا هي الشباكيه سونغليتان. انا ما كنعجزكمش ولكن كنعطيكم شنو كاين، ما نكذبش عليكم. كل شيء فيه صعيب. دابا غنجيو القليان انا هنايا عندي هاد الكاميله كنت خدمت بالكاميله 40، ولكن هنا 40 جاتني كبيره كديرني كتضغط عليا شويه في القليان، خاصني نزرب وشحال من حاجه. هنا هاد الكاميله مع الخدمه وداكشي عندي ديال 35. والزيت هنايا بدلت الزيت هاد العام سبيسيال، وليت كنخدم بالحاجه زوينه. الزيت كندير الزيت ناقصه شويه الثمن، وكانت دغيا كيتبدل ليا اللون ديال الزيت وفي نفس الوقت كتعطي واحد المذاق خايب. جربت هاد الزيت عطاتني هاد الزيت غزاله بزاف. اول حاجه ما كتخليش الشباكيه كتشرب. تاني حاجه هي بايضه ما كتبدلش لها اللون بسرعه، لان الشباكيه الزيت الا بغيتو تخدموه الا كنتو كتخدموا داكشي يعني من باب الامانه وداكشي الانسان مخلص فلوسه وهذا راه ما كنخليوش الزيت حتى كنقليوه ونعاودو نقليو اولا كنديروا شي زيت اللي كتعطينا شي ريحه ماشي هي. يعني شباكيه هي فيها الخير والبركه، ولذلك نديروا زيت تكون مزيانه وفي نفس الوقت حتى اللون ديال هذاك الزيت ما كيتبدلش بواحد السرعه. انا كنقلي فيها كميه كبيره صافي كنقلي فيها تقريبا 6 كيلو ديال الدقيق ولا 4 كيلو. كندير الزيت غير قليله حتى كنبدا كنزيد بشويه بشويه وما كنخليش الزيت كاع يتبدل له اللون. وكيف ما قلت لكم الزيت ضروري انكم تاخذوا هاد النوعيه الزيت اولا نوعيه تكون مزيانه. دوك الزيت اللي كتكون ناقصه الثمن كتقولوا هذه ناقصه، فاش كنجيو كنشوفوا شحال ناقصه راه ناقصه غير 15 درهم، ما بين 15 و 10 دراهم، يعني ما كاينش واحد الفرق اللي كتير بزاف. وفي نفس الوقت كتجينا حاجه زوينه ما كتجي لي فيها حتى ريحه. ديك الزيت اللي كنخدم فيها هي ناقصه عليها تقريبا غير واحد 10 دراهم ولا ما عرفتش شي 13 درهم ماشي بزاف، ولكن كانت كتقلي فيها القليه الاولى ديال البلاطو او القليه الثانيه صافي دغيا كتحرق وفي نفس الوقت كتعطي واحد الريحه مزويناش. انا لاحظت هذاك العام عطاتني واحد الريحه مزويناش وفي نفس الوقت دغيا كتحرق. هذه اول حاجه ما كتشربش الزيت، ما كندير لها لا اشهار لا والو. انا كنعطيكم الاسرار والحوايج اللي بالتفاصيل والحاجات اللي من كل قلبي، يعني ما كاين لا اشهار لا والو. لذلك تخدموا بحاجه زوينه ما كتشرب لا زيت لا والو. هنايا كندير الزيت في المقله الكاميله ما كنعمرهاش بزاف بالزيت، كنغير ناصها لان حتى لا دات لي الكشكوشه ولا شي حاجه ما كتفيضش. وكنخليها حتى كتسخن وكنبدا كنحط الشباكيه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. فاش كنحطها دغيا كتطلع وكتجعب. هذا هو السر الا بغيتوا الشباكيه تجيكم مجعبه، هو الزيت تكون سخونه ومباشره كتحطوها في الزيت كتطلع. وعاود الزيت ما تكونش سخونه بزاف، غير كتجربوا كتحطوا وحده دغيا كتطلع وكتجعب صافي كتبداو كتكملوا. اما الا كانت الزيت سخونه بزاف كتشوط عليكم والعافيه ما تكونش عاود مجهده بزاف، غير الزيت اللي كتكون سخونه والعافيه كتكون متوسطه باش الشباكيه كطيب على خاطرها
وفي نفس الوقت ما تخطفش في الطياب. الا تخطفات في الطياب كتبقى معجنه. هذه هي الحاجه الاساسيه. وبالنسبه لهاد باش تجيكم الشباكيه مجعبه، كيف ما قلت لكم ما خصكمش تخليوها ما مغطياش، ضروري تغطيوها، لان لا بقات لا تقساحت وشربات بزاف يعني ولات ناشفه ما كتجعبش. هذه هي الحاجه الاساسيه. والحاجه الاساسيه الاخرى باش كتجيكم مجعبه، العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه بزاف، عاود خاصها تكون شويه مرخوفه باش كتجي مجعبه، لان العجينه الا كانت قاصحه بزاف ما كتجعبش عاود الشباكيه. هادو من بين الاسرار اللي نتوما ما غاديش تلاحظوهم، ولكن مع الممارسه ومع الخدمه وداك الشيء، هادشي اللي كنستنتج وكنكتشف، لان هاد العالم بحر كبير جدا، كبير بزاف. الاسرار ديالو كبيره بزاف. يعني لما كنتوش كتخدموا داكشي وكتجربوا بزاف ديال الامور، يعني ما غاديش تستنتجوا راه خصوصا هاد الدومين هذا. كاين شي وحدين كيقول لك شحال هادي وشحال هادي وشحال ندير في هادي، راه ما يمكنش تعطيك واحد الحاجه واحد المعلومه، لان انتي ما مجرباش هذيك المعلومه اللي بغيتي انتي، راه خاصك تستنتجيها على حسب انتي كيفاش كتخدمي. كل واحد وكيفاش كيخدم، ماشي كلشي كيخدم بحال. وفي نفس الوقت المكونات، بزاف ديال الامور. المهم صراحه هادشي اللي كاين. الاسرار وشحال من حاجه، هادشي كتكتشفوه مع الممارسه ومع الخدمه. هذا هو خلاصه الموضوع. هنايا فاش كتبدا كتقلى لي الزيت، كنبدا كنضيف الزيت شويه وكنخلي عاود كتسخن وكنكمل القليان. المهم اهم حاجه الا بغيتو تقليو الشباكيه قليوها بهذا الزيت اولا نوع تكون ممتاز، لان ما كتشربش لكم الزيت وما كتعطيكمش الريحه، واللون ديال الزيت ما كيتبدلش دغيا. راه كاينين شي زيوت اللي اللون ديالهم دغيا كيتبدل. راه واخا تشوفوا الزيت صفرة في الفيديو كلشي، ولكن فاش كتقليو فيها راه كتعطيكم الريحه وفي نفس الوقت اللون، وكتشرب ليكم ديك الحاجه كتجي ميبسه بالزيت وكتشرب. صراحه كاين اختلاف في الزيوت. هذا مكان. دابا غنجيو للعسل. بالنسبه فاش كناخذوا الشباكيه، كنبغيو نطفيوها في العسل خاصها تكون طيبه من قبل وتكونوا مطيبينها مزيان، وفي نفس الوقت تكون ثقيله العسل باش كتجيكم الشباكيه معلكه. ضروري العسل. كندير انا قالب ديال السكر مع ايطرو ديال الماء. داك العام كنت درت معاه نص ايطرو ديال الماء، ولكن كتجي هذيك حلوه بزاف. المهم قالب ديال السكر كديروا معاه ايطرو ديال الماء. والعسل فاش كنبغيو نطفيو فيها الشباكيه خاصها تكون سائله، ما تكونش ثقيله. خاصنا نسخنوها وعاود ما نسخنوهاش بزاف. الا سخناها بزاف، هذاك العام كانت وقعت ليا، سخنات العسل بزاف وطفينا فيها الشباكيه، والشباكيه ولات حمراء، تقولوا غير محروقه، وهي لا، هي غير ديك العسل كانت سخونه بزاف. وفاش شربات الشباكيه عطاتنا اللون، الشباكيه عطاتنا اللون ديال العسل، ما عطاتناش الشباكيه مذهبه. لذلك العسل خاصها تكون دافيه، تحطوا فيها صبعكم ما يحرقكمش، لان لا كانت سخونه بزاف الشباكيه كيتبدل لها اللون وما كتبقاش هكا مذهبه. وكنخلي الشباكيه في العسل تقريبا واحد 3 سوايع ولا 4. او لا كنتو هكا. انا صراحه هذه هي اللي كندير، كنخلي الشباكيه في العسل واحد 3 سوايع ولا 2 سوايع. نصفيها يعني حتى كتبرد فيها شويه ديك العسل باش كتبقى معسله وشاده العسل بهذا الشكل هذا، وكتجي رائعه. والطريقه الاخرى تقدروا غير تطفيوها في العسل وتخليوها تقريبا واحد نص ساعه وكتصفيوها، راه نفس النتيجه. هذه جربتهم بجوج نفس النتيجه، ما كاينش الفرق. غير الفرق اللي كاين هو العسل فاش كنطفيو فيه الشباكيه خاص العسل تكون سخونه ما تكونش بارده، باش ديك الشباكيه فاش كتكون مجعبه كتكون شاربه العسل في هذاك الجعيبات وكل شيء. هذا هو السر ديال الشباكيه اللي كتجي شاربه العسل. هاد الشباكيه ما شاء الله اللهم بارك راه كتجي رائعه، كتجي معلكه وكتجي لذيذه. هذه هي الاسرار ديال الشباكيه، وهذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى يا ربي يا ربي ما نكونش بخلت عليكم شي حاجه، وما تبخلوش عليا نتوما بالدعاء ديالكم، وما تنسوش تخليوا لي الاراء ديالكم اسفل الفيديو وبعض الاقتراحات ديالكم. شنو الوصفات اللي تبغوني نشارك معكم؟ وخا صراحه راه الوقت والو واش كاين. هذا الفيديو راني كنصوروا لكم
بالكشيف غير باش ندير المونتاج الفيديو. والله الا قلت نحاول ما امكن انني باش ندير لي المونتاج قبل رمضان، باش الناس اللي مازال ما صوبوش الشباكيه يصوبوها، غير يعطيو الخاطر راسهم ويعطيو النفس طويل لراسهم ويعطيوها الصبر، وغادي تحصلوا على النتيجه مزيانه ان شاء الله باذن الله. وتبعوا غير النصائح وتبعوا المقادير المضبوطه. وهذا ما كان، سمحوا لي صراحه الا بخلت عليكم بلي فيديو، راه الله اللي عالم بيا والوقت وشحال من حاجه، يعني شي حاجه صعيبه والتصوير ماشي سهل، لان كيبقى شي حاجه صعيبه بزاف. كنتمنى تشجيعاتكم وما تبخلوش عليا بالدعاء. والله يدخل عليكم هاد الشهر المبارك بالصحة والسلامة يا ربي والشفاء للجميع، وأي واحد كيتمنى شي حاجة يوصل ليها. وهادشي اللي كاين، ما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم، وشكرا لكم على الدعوات والناس اللي كيشجعوني، الناس اللي كيدعموني في الانستغرام. شحال من حاجة صراحة انا وليت مؤخرا حاضرة بزاف غير في الانستغرام. شكرا لكم، وشكرا بزاف بزاف لي كليون ديالي الغزالي اللي كيشجعوني وكيثيقوا فيا، وخصوصا دوك لي كليون اللي كيبقاو يقدموا لي نصائح وشحال من حاجه. هادشي اللي كاين، وخليتكم على خير. وسمحوا لي الا طولت عليكم فيديو، حاولت ما امكن انني نعطيكم جميع الاسرار وجميع النصائح.